في البداية عبثا تحاول لا فناء لسائرين. هي القصة محتومة، اللي بده يطبع يطبع، اللي بده يصالح يصالح، اللي بده يفتح طرق يفتح، اللي بده ينفذ اتفاقيات ينفذ، فليذهب الجميع إلى الجحيم. ما يعنينا كشعب سوري حر إنه عدائنا بشار الأسد قائم إلى ما لا نهاية، حتى إسقاطه والدوس عليه بشوارع دمشق بإذن الله سبحانه وتعالى. أنا اليوم ما عم بتكلم لرفع المعنويات، أنا عم بتكلم تاريخ وسياسي. هاي العصابة متهالكة تماما. بقاء بشار الأسد بالكرسي إلى الآن هو عبارة عن تطبيق معادلة سياسية، لأنه هو أفضل من خان وأفضل من باع وأفضل من قدم البلد على طبق من الذهب للمحتلين المغتصبين. الشيء الذي لا يعلمه الجميع أنه المارد الثوري ما زال موجود. الناس ما لها خايفة من أنه تنوضع مرة ثانية على فوهة المدفع. حالة الحرب واللسم الطويلة من 2018 إلى الآن خلقت شعب شرس جدا، عنده استعداد يموت بأي لحظة. نحن نسعى جاهدين إنه أبناء جلدتنا يكونوا معنا، نسعى جاهدين إنه نكون كتلة واحدة ونحارب بشار الأسد مرة ثانية ونرجع نسقطه.